السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة جديدة ندير معكم بيتزا رائعة. شوفوا لاباط تبارك الله كيفاش جات خفيفة وهشيشة. هذه سميتها لاباط تشيزي، يعني عامرة بالفرماج من الجوانب. كنحتاجو كأس ونصف حليب، الا ما كانش متوفر حليب يكون دافئ، الا ما كانش متوفر ديروا حليب بودر داك نيدو. نضيفو معاهم 2 معالق ديال السكر سنيده، وغنضيفو معلقه صغيره ونصف خميره العجين، وشويه ديال الملحه، وغنبقاو نضيفو الدقيق تتجمع لينا العجين وتتجانس. كيف ما كتلاحظوا معايا غنبقاو نضيفو الدقيق حتى كتجمع لينا العجين وتولي على هذا الشكل. وباش تولي لينا لاباط ديالنا تجينا هشيشه وتجينا خفيفه، كنضيف معلقه صغيره ديال الخل. الا كان عندكم الخل الابيض او الاصفر او بحال كيعطيو نتيجه رائعه للاباط. وفي الاخير غنزيدو نص كاس ديال الزيت، يا اما النباتيه يا اما البلديه اللي عندكم، باش كيخلي لينا العجين ديالنا مزيان ما كتلصقش. شفتوا العجين ديالي راه خفيف بزاف، ماشي خفيف بزاف ولكن كيف ما كتلاحظوا ما قاصحش، يعني رطب باش كتجينا لاباط زوين. نخليه يرتاح بين ما نوجدوا المكونات الاخرى. دونك غنحتاجوا مطيشه قطعتها نص ورقاق، حيت ما غاديش نشحرهم، غنديرهم نيشان فوق لاباط. وغنحتاجوا فلفله خضراء والزيتون كحل حتى هما قطعتهم بنفس الطريقه، والطون اللي متوفر عندكم غتعمروا به هاد لاباط ديال البيتزا. دونك اللي متوفر غتعمروا به. انا درت الطون، نتوما اللي متوفر سواء الكفته ديال الدجاج سواء الكفته ديال الكري، المهم اللي متوفر. بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح لمده 15 دقيقه ولا اكثر، شديت اللاطه ديالي درت فيها البابي اليمونتير و كندلك العجين ديالي، كنسرحو مزيان كيف ما لاحظتوا، كتسرحوه بصبيعاتكم. وكندير الفرماج فرماج حمر كيتو فرماج محكوك ودرتو في الجوانب. كتجي رائعه بزاف بحال ديال لي ريستورون. والله العظيم الا جات زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها، ناجحه 100%، وكتجي زوينه بزاف بحال هذيك التشيزي اللي كاينه في لي ريستورون الكبار، تجي رائعه. دونك بعد ما ساليت كنتقبها بالفرشيط باش ما تنفخش ليا، تقبوها مزيان. غنديروها في الفران طيب من التحت ومن الفوق، عاد غنخرجوها حيت من غنديرها المره الثانيه غير غيذوب الفرماج غنحيدها. دونك خاص ضروري تكون لاباط طيبه. بعد ما خرجتها من الفران، بعد ما تحمرات من التحت ومن الفوق كما كتلاحظوا، غندير لاصوص طوماط ديالي. اللي ما كايناش عنده لاصوص طوماط واجده، راه كدير غير معلقه ديال مطيشه الحك، وكتزيدها شويه نص كاس ديال الماء، دير شويه الزعتر شويه الملحه وتطيبها، اولا تحكوا مطيشه عاديه وكل واحد متوفر عنده. درت لاصوص طوماط من فوق، منها درت شويه ديال الزعتر، انا كيعجبني المذاق ديال الزعتر في البيتزا كيجي رائع. من فوق منه درت فرماج حمر، ومن بعد كنضيف قطع ديال فلفله خضراء. اللي عندكم فلفله الوان ديروها، اللي كيبغي البصله يديرها. انا درت داكشي اللي كيعجبني وداكشي اللي متوفر. المهم لاباط ديال البيتزا جات رائعه بزاف، ونتمنى انكم تجربوها. دخلتها للفران مره اخرى باش يذوب الفرماج ومن هنا يتحمر من الفوق. ها هي النتيجه كيف ما كتلاحظوا، جات رائعه، جات خفيفه بزاف، وهذاك الفرماج عطاها واحد المذاق رائع. نتمنى انكم تجربوها. وإلا كنتو كتبغيو زيت البلديه مع الزعتر الا كان عندكم ديجا الخليط واجد، راه كتكبوا من الفوق منها شويه، كيجي مذاق رائع.
نتمنى ان الوصفه تعجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله.